لكم سالفه، والسالفه هذه لا يسمعها الا اللي عمره فوق ال40. الشباب اللي دون 40 لا يسمعون، ما تصلح لكم. هذا واحد، طبعا انا قد قلت السالفه مبطي، وانتم حاولوا انكم تسوون فيكم متفاعلين وكنكم اول مره تسمعونها، كنكم راح كان. المهم هذا واحد يبي له موتر من اهل تبوك. قال خويه وين ساكن في القصيم. قال لي يا فلان انا بالي جيب، ودائما مواتر القصيم تجي زينه ويضبطونها ويرحمونها، ومواتر دائما يذكرونها مواتر الجيوب هذه يعني موجوده في منطقه القصيم، وبجي اخذ الموتر. قال خلاص انا بدور لك، لا تعجل ولا تستعجل، وانا لا لقيت موتر نظيف دقيت عليك وقلت لك تعال. قال تم. المهم قال كم معك؟ قال والله فلوسي 90,000. انا اللي عندي 90 لكن ابى موتر على الشرط. قال تم ادور لك. دور له يمكن بعد حوالي 10 ايام ولا اسبوعين. قال يا فلان روح جاي لقيت لك الموتر. ركب الرجال من تبوك على القصيم بياخذ الموتر. يوم انه جاء في الليل قال خويه امره عندي، تعش عندي وامره. قال باخذ لي فندق وامره فيه. قال وش هو؟ انا عندي هالملاحق فاضيه ما في احد، امره. طاع خويه وامره عنده. قال من اصبحنا وافطرنا بنروح للمعارض تشوف الموتر وتقلبه، ولاجل العصر اسوي المبايعه، وما لازم تفحص على نظرك تشوف، يعني ود انك تاخذ على نظرك، تاخذك شيء على نظرك. قال خلاص تم. امره عنده. يوم صلوا الفجر، عقب صلاه الفجر هم طالعين، لا جار رفيد زدالي في القصيم، لا واحد من اهل القصيم رجال وجهه افلح، وجهه اصبح، الوجه الزين، ورجال كبير في العمر وتحس عليه الوقار. قال الجاره سن عندك ضيف؟ قال لي والله هذا ضيفي جاي من تبوك يبي ياخذ له موتر. قال الفطور، القهوه الفطور. قال الفطور عندي. قال طالبك لا تقطعنا من العلم الغانم بنفطر ضيفك. قال تم. جاهز القهوه والفطور نبي نجيك. راحوا خذوا شوي في عند الرجال. يوم انهم راحوا وافطروا عنده وكل شيء وعود، وراحوا للمعارض، وجاء قيل عنده تغدى وبيروح العصر ياخذ الموتر. قال يا فلان. قال نعم. قال شفت جارنا اللي افطرنا عنده؟ قال والله عنده بنت مزيونه وبنت موظفه، والظاهر قال تنها مدرسه مدري ايش قال، المهم انها صرافه. ما هو فرامه، في فرق ترى، في فرامه وفي صرافه. قال تنها موظفه. طبعا هو الطبع ما في الموظفه، الطبع في العرب وفي الحرمه. وقالت والله انا والله ما قد شفتها الجوديه، لكن يثنون عليها ومرتي تثني عليها حرمه راعيه بيت وذربه وسنعه. وش رايك اخطبها لك؟ قال ايش رايك اخطبها؟ قال تدري طبعا الرجال هذا اللي جاب تبوك ما عرس. قال خلاص سجلت تدري صلينا العصر نهزأ عليه. يوم صلى العصر وجي قال فلان. قال نعم. قال جاري يبي القرب منك وبياخذ بنتك فلانه. قال خلنا اشاورها. قال الرجال الشايب هذا ابى اكلم البنت، وافقت. انا ما اقول شيء، احنا نشر الرجال لا صريحه غالمه، وانت تعرفه؟ قال لي بالله اعرفه. رجال قالوا رجال. قال تدري خليني اكلم البنت. كلم البنت قالت تشوف يا ابوي ما يخالف ابدا. تم. وافقوا وعرس الحرمه. خذ حول اسبوعين ثلاثه جو عرس الحرمه. بعد ما عرس الحرمه وجت السوالف، الحرمه تسولف مع الرجال، تسال انت كيف جيتنا وكيف عرفتني، تخبروا السوالف هذه عشان يفتحون مواضيع للسوالف. قال والله انا ابى لي موتر وما معي الا 90,000، ويوم اني كلمت جاري قال في موتر وكذا، وجينا وافطرنا عند ابوك ذاك اليوم وعينا خير، وجاء عاد النصيب. قالت انت جيت والفلوس اللي كنت بتشتري بها موتر حطيتها مهر لي؟ قال لي. قالت الموتر وشو؟ قال والله موتر مستخدم مدري كم قيمته حوالي 90,000. قالت لا ما في شيء اسمه مستخدم، طق له جديد. ويطق له جيب جديد ب 200,000 ويركب له موتر جديد. ركب الرجال وعين خير، ركب موتر حظك لقاه باع لك واشترى لك. يبى له موتر واخذ له موتر وحرمه. مشينا يا رجال القصيم نروح ندور لنا موتر. يبي تدور موتر انتم على كل شيء يعني بزواج مو بشر، هذا ربي يرزقه وتزوج. احنا بنروح القصيم بنسلم على اخويانا وربعنا ونروح لصدقاننا هناك، يعني اصدقنا يعني كل شيء. خلاص اذا قلت مشينا القصيم تحسبون عرس؟ ما فيه، ما كل بيضه شحامه يا ولد. انا والله اني احب ارقد على السرير، ما احب انام في الصاله، يصل ظهري يعورني بعدين.